اتكلمنا معاكم الحلقة اللي فاتت عن تفاصيل أكتر تخص عصر الحجر القديم من حيث الطقس والتغيرات اللي ظهرت على الإنسان والحيوان والنبات، ووعدناكم إننا نكمل كلامنا عن العصر الحجري السفلي المرة دي. أهلا بيك في بيت الحياة. أنا برعنخ. العصر ده اتميز بالرطوبة والحر زيه زي المناطق الاستوائية دلوقتي، بجانب إنه كان أحيانا بيميل للبرودة، والجو ده كان بينطبق على أفريقيا الشمالية. وفي العصر ده كان بينمو في أوروبا حيوانات كتير زي الثدييات. كمان على شواطئ المياه كان بينمو حيوانات زي جاموس البحر ووحيد القرن والفيل والدب والضبع والغزال، وحيوانات تانية كانت موجودة، ولكن اختفت الحيوانات دي سواء من اللي قلناهم أو حيوانات تانية. كمان عثروا على بقايا بشرية مختلطة ببقايا حيوانات موجودة في وقتها الحالي، ولكن اللي عثروا عليه من البقايا دي ما كانش إلا أجزاء من جماجم أو شوية عظام بسيطة جدا. وأما من ناحية الجو في العصر ده، فهو سهل على الإنسان إنه يعيش على شواطئ الأنهار والبحيرات، وكان الإنسان بيبات أو بيسكن في أكواخ من الأشجار. وبس كده، لحد هنا خلصنا موضوع حلقة النهاردة، ولكن ما خلصناش كلامنا كله عن العصر ده. استنوا الجديد في الحلقة اللي جاية. بس كده، ولو استفدت متنساش تفيد غيرك.